صديقات طيبة، مرحبا. سررت بلقائي معكم اليوم. شكرا لرجوعكم لمشاهدة وصفة جديدة مع طيبة. طيبة تشكر كل صديقة دخلت إلى القناة وتركت تعليق طيب واشتراك. شكرا لكم جميعا. طيبة تتمنى لكم فرجة ممتعة. أستعمل كوب مقاس 150 مللتر. وككل وصفة يمكنكم إيجاد جميع المكونات والمقادير في صندوق الوصف. مكونات وصفة اليوم بسيطة جدا، وأظن أنها متواجدة في كل بيت. نخلط جيدا مدة حوالي 3 دقائق. لنجاح الوصفة يجب اتباع الخطوات كما هو موضح في الفيديو. نخلط جيدا مرة أخرى. نضيف المكونات الجافة مرة واحدة. سوف نتحصل على هذا القوام. أضع نصف كمية الخليط. يمكنكم استعمال الميزان في هذه المرحلة. توضع في الفرن على درجة حرارة 180 مدة حوالي 15 دقيقة. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من الوصفة. تجنبوا وضع المربى على الأطراف. أضيف الكمية المتبقية من خليط الكيك بالطريقة الموضحة في الفيديو. أرجع الكيك للفرن، أرفعه للأعلى لمدة حوالي 30 دقيقة. رائحة طيبة جدا. أنا أحببت الكيك جدا،
طبقة المربى مع طراوة الكيك أيضاً. هذا الكيك مناسب مع قهوة أو شاي. أنا أنصحكم بتجربة هذه الوصفة. والآن لم يبقى لي سوى أن أشكركم على المشاهدة. لا تنسوا الانضمام إلى عائلة طيبة إذا لم تنضموا بعد. اعتنوا بأنفسكم حبيباتي. دمتم سالمين والسلام عليكم.